هاتف ايضا المهندس فرج عامر رئيس مجلس اداره مجموعه فرج الله. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا محمد بيه. اهلا بيك. بدايه طبعا انا اسمح لي طبعا اشكر سيادتك واشكر الاستاذ عمرو اديب واشكر الاعلام الوطني الشريف واشكر شباب تمرد، لان انتم اللي يعني كنتوا فدائيين الثوره، وكنتوا زي سعد زغلول وزي احمد عرابي وزي محمد فريد، واضفتوا ابطال جديده وهم اضافوا كتير جديده، ومصر رجعت من تاني واصبح عندنا امل في الحياه. وطبعا انا بحييكم، ده حقيقي بعد ما الواحد كان جاله مرحله من اليأس وكان بيتعذب وكان زعلان جدا على البلد، لكن الحمد لله بقى عندنا امل وبقى عندنا حياه وبقى عندنا وعشنا وشفنا ان مصر رجعت لنا تاني. فطبعا انا ايدي في ايديكم، دي مبادره جميله ومبادره وطنيه. انا من ناحيتي موافق جدا، وكل مبادراتكم انا بيسعدني اللي بشارك فيها، وبيبقى لي مواقف ايجابيه، لان كل مبادرات ايجابيه ومبادرات وطنيه ومبادرات محترمه جدا، وانا من عشاق هذا البرنامج وبتابعه يوميا، ومن ناحيتي موافق وهعمل كل جهدي، لكن لابد ان الناس يقعدوا مع العمال، وان الناس كمان تتنقل اليهم هذه الفكره، ويبقى هم عندهم قناعه شخصيه بعملها، واحنا هنوصل لهم المعلومه. وهو مصر مش هتتقدم الا بالعمل واحنا اثبتنا ان احنا قدرتنا على العمل. استاذ فرج، انا كنت بقترح على كل متاجر مصر لمده شهر، المتاجر الكبيره، انها تعمل ساعه زياده فيها اسعار مخفضه للسلع. طبعا واحنا بنعمل كده، احنا مساعدين نعمل كده، ومساعدين الساعه الزياده دي ننتج فيها، ويبقى في الاخر ندي تخفيضات. طب ده كويس، هو ده الكلام، هو ده الكلام اللي انا عايزه. وطنيه مصريه يعني عايشه في مصر، واحنا ما فقدناش الامل ابدا، وحمد ربنا ان احنا شفنا اليوم اللي رجعت لنا مصر. بس انا بحيي حضرتك وبحيي كل الاعلام الوطني الشريف النزيه، وبحيي شباب تمرد، وبحيي الجيش، وبحيي سياده المشير السيسي، وكل من اصغر جندي لاكبر جندي في القوات المسلحه وفي الداخليه. مهندس فرج عامر، بنشكرك.